عضلاتك فل واقفه كده، واخده الباور بتاعها، واخده الفولنس بتاعها. الحاجه اللي بعدها العب كارديو، خلي عضلاتك معبيه جلايكوجين كده ومنفوخه ومنفوشه وسحبه ميه كده وواقفه. كام وجبه بقى يا كوتش؟ يعني في البالكينج كام وجبه؟ اهلا يوتيوب، ازيكم يا جماعه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في البدايه تعريفا عن نفسي، عبد الوهاب الشافعي، مدرب واخصائي تغذيه معتمد، والقناه دي معموله علشان اقدر افيدكم في اي حاجه ليها علاقه بالتغذيه او بالتمرين. فما تنساش قبل ما نبدا الفيديو تعمل لايك، تعمل شير للفيديو، وتنزل تشترك في القناه عشان نوصل لاكبر عدد من الناس. وما تنساش كمان بعد ما تخلص الفيديو تنزل تحت في الكومنتات وتكتب لي ايه هو الموضوع اللي انت عايزنا نتكلم عنه الفتره اللي جايه او في الحلقه اللي جايه. رفيع وعايز ازيد عضلات، اعمل ايه؟ مبدئيا لما في اي حد بيجي لي رفيع بيقول لي يا كوتش انا عملت كل حاجه واتمرنت كل حاجه ومش عارف ايه وعملت. طيب بالراحه كده، دي اول كذبه انت كذبتها في الموضوع كله. انت لو عملت كل حاجه فانت اوريدي، انت جاي لي ليه؟ جاي تتمرن معايا ليه؟ او جاي تقول لي والله يا كوتش انا عايز اعمل كذا وكذا وكذا. طالما انت لو جربت كل حاجه، طب انا هعمل انا ايه؟ فاهمني؟ طيب، فانت مستعد تتعلم، مستعد تشتغل، يلا بينا يلا بينا، مش هقول لك لا. طيب اول حاجه في الموضوع كله اسلوب التمرين بتاعك، هل غيرته؟ جربت حاجه جديده؟ آه يعني عملت مثلا تكرارات عاليه، عملت تكرارات قليله، اوزان تقيله، اوزان خفيفه، عملت دروب سيتس، عملت سوبر سيتس، عملت يعني عملت الجيرمان مثلا بيراميد، عملت ايا كان من انواع التمرينات المختلفه. هل حاجه زي كده هل انت عملتها؟ لا، شوف انت غير التمرين بتاعك، فاهم؟ اصدم جسمك على طول. مثلا العب بدايه بتكرارات عاليه، اوزان متوسطه، فاهمني؟ جرب مع جسمك حاجات كتير في التمرين بتاعك بالذات. يا كوتش بلعب بوش بول ليج، طب ليه بعمل زي الناس الابطال اللي بشوفهم في التمرين واو وبتاع واوزان وبتاع؟ طيب هل انت نفسك نفس الابطال دول؟ هل انت زيك زي مثلا روني كولمان؟ هل انت زيك زي فيل هيث؟ هل انت زيك زي بيج رامي، ديكستر جاكسون؟ هل انت زيك زي الناس ديت بتاخد هرمونات؟ لا. فهل انت اكلك زي اكلهم؟ هل انت شربك زي شربهم؟ هل انت بتاخد هرمونات زيهم؟ هل انت ممكن بتحافظ على السبلمنتس بتاعك على مدار الفتره التدريبيه بتاعتك زيهم؟ اكيد لا، برضو ممكن حاجه كمان اغير التيمبو، يعني بمعنى اصح ان انا ابقى يعني مثلا ده كده بوزيتيف، ان انا بطلع بوزيتيف وبنزل على الهادي خالص بالراحه نيجاتيف. هو ده اللي انا عايزك تركز عليه. فاست بوزيتيف سلو نيجاتيف، ان انت تبطئ الحركه السلبيه بتاعتك على قد ما تقدر. ليه؟ ده هيزود المسل اندر تنشن، وهيزود التنشن بتاعك على العضلات بشكل عام، هيخلي الالياف بيحصل لها ريكروتمنت اكتر، فتلاقي نفسك ان الالياف العضليه كلها للجزء في العضله اللي انت شغال عليه كلها ابتدت تشتغل مع بعض علشان تحاكي القوه اللي انت حافظ عليها في التمرين. طيب، بتلعب مجاميع كتير، انت اصلا اوريدي جسمك ضعيف، جسمك هزيل صغير، بتحرق بسرعه كتير، وبرضه في نفس الوقت ما بتلحقش تربي عضلات بشكل كويس، فانت رفيع. بالاضافه كمان دلوقتي ان انت طالما انت رفيع فده معناه ان كمان اكلك ضعيف، وبتحط لود كبير قوي بالمجموعات العضليه الكتيره اللي انت بتتمرنها. طب ليه؟ انا ممكن اديله فوليوم قليل خالص، جسمي بشكل عام في كل العضلات ممكن اديها فوليوم قليل خالص وهيتطور معايا وهيدوس. مش محتاج ان انا ازود فوليوم بالمنظر اللي انت يعني شايفه في دماغك، اللي هو 10 و15 و20 مجموعه، بل على العكس انزل تحت ال10 مجاميع كمان هتلاقي جسمك بيتطور. برضه ممكن نخش على حته في الاكل، فورس فيدنج. اغصب نفسك على الاكل، اغصب نفسك على الاكل وتاكل كلين، تاكل كلين فود. اوعى تدخل اي حاجه جانكي في الدايت بتاعك. لو انت هارد جينر دخلت جانكي اللي هيطلع برضه هيبقى جانكي، دخلت حاجات زيوت مهدرجه ومش عارف ايه والكلام ده كله، كل اللي هيطلع برضه في فات، هيطلع فات مش هيطلع ماسلز. فلازم تاخد بالك من حاجه زي دي كويس قوي. يو ار وات يو ايت. انت باللي انت بتاكله هيترجم عليك من بره. يو ار وات يو ايت، اللي انت هتاكله ويخش جوه هيظهر عليك من بره. بتاكل كلين، بتعبي كارب سورسز، كلين كارب سورسز، رز، بطاطا، بطاطس، مكرونه، شوفان، رز بني، خبز اسمر، ايا كان من الكلام ده هيطلع عليك من بره. بتاكل هاي كواليتي بروتين، لحمه، سمك، فراخ، بيض، تونه، جبنه قريش، هيطلع عليك من بره وهيبان عليك الماسلز. بتدخل هيلثي فاتس، بتدخل زيوت، بتدخل زيت زيتون، زيت جوز هند، زيت بذر كتان،
بتدخل برضو جزء من الدايت بتاعك شويه سمن بلدي او شويه زبده بلدي تبقى نظيفه معاك في الدايت بتاعك. بتدخل اول نتس، بتدخل نتس، بتدخل مكسرات، بتدخل لوز، جوز، عين جمل، اسمها كاجو. كل الحاجات دي كلها لما انت هتدخلها مع بعضها في وجبه متكامله هتفيدك وهتظبط معاك الدنيا. طيب يا كوتش، حابب ان انا اعمل وجبه فيها كام جرام بروتين على الميزان؟ 150. ما تعلاش عن كده. ليه؟ انت ناتشورال، انت شخص ناتشورال. 100 هيدخل لك مثلا في حدود من 25 ل 26، قول 27 جرام بروتين. مع ال 50 هيدخل ضعفهم، يعني هتلاقي نفسك بتلعب ما بين ال 35 لحد ال 45 جرام في الطبق اللي انت ايه بتاكل فيه. تمام. البروتين، الدهون والكربوهيدرات براحتك الى حد ما شويه، لان انت لو هنيجي نحط اولويه للوجبات بتاعتك او لترتيب الوجبه بتاعتك في البليت بتاعك، هنحط كارب بروتين فات، او هنحط كارب فات وفي الاخر خالص البروتين. ليه؟ هعيدها لك تاني. انت شخص هارد جدا، انت واحد عايز يزيد ماسلز بالعافيه، فانت لازم تدوس اكل، لازم تعبي كربوهيدرات، لازم تدخل جلوكوز، لازم تعبي جسمك جلايكوجين، لازم تملى الكبد والعضلات جلايكوجين جامد، لازم تبقى عضلاتك فل واقفه كده، واخده الباور بتاعها، واخده الفولنس بتاعها من الكربوهيدرات اللي انت بتدخلها على مدار كل يوم وعلى مدار سعراتك الاسبوعيه، بالاضافه للتمرين بتاعك. التمرين بتاعك يبقى عنيف، هيفي ويت. حاول انت تدي هيفي ويت. لو انت بتدي هيفي ويت دلوقتي وبس مش لاقي نتيجه، لا ادي هيفي ويت اكتر، ادي ريبس قليله، ادي هيفي ويت جامد، اوصل ماسل فيلير ماسل فيلير ماسل فيلير، هتلاقي الدنيا ظبطت معاك مع التغذيه مع النوم، هتلاقي الموضوع سافر في حته ثانيه. طيب، وزي ما قلت لك برجع اديها لك تاني وقلتها لك دلوقتي، لو طبيعي ركز في التمرين وما تزودش في الاكل. ليه؟ الفورس فيدنج برضو من ضمن الحاجات اللي مش مناسبه لكل الناس، لسبب. اللي بيعملوا فورس فيدنج دول هم الناس اللي بيبقوا الابطال، الناس اللي بتبقى بتاخد ستيرويدز، الناس اللي بتاخد هرمونات منشطات. ليه؟ هو عنده اوريدي الحاجات ديت بتزود عدد كرات الدم الحمراء، عنده برضو بتزود الاستيعاب بتاع الماسل سيلز. تمام. بتعلي الهيدروجين، بتعلي النيتروجين، محتوى النيتروجين في العضلات، فبالتالي جسمه بيدخل ماكرو نيوترينتس بالنسبه للماسل فايبرز بشكل احسن وبشكل اسرع وبشكل اكبر، فبالتالي جسمه يقدر يستوعب الكم ده من الاكل. لكن انت مثلا لو انت فعلا من الاشخاص اللي ثبت ان انت عمال تاكل ومفيش خالص ونفسيتك شهيتك مسدوده، لا ادي فورس فيدنج، بس لازم تتراك سعراتك بشكل مظبوط كويس جدا. الحاجه اللي بعدها، العب كارديو. كوتش انا بزيد كارديو، ايه اللي هلعبه؟ العب كارديو. هتلعب كارديو ليه؟ الكارديو هيخليك تاكل اكتر وتجوع اكتر فتبني ماسلز اكتر، وفي نفس الوقت هتعدل الميتابوليزم، وكمان ده علشان تحسن من التحمل الدوري التنفسي وتحسن من جودة ايه ده؟ ماشي. وتحسن من العضله بتاعت القلب عندك والرئه والاورده والشرايين والكلام ده كله. يعني لك ان تتخيل لو انت جسمك الدوره الدمويه اللي هي بتنقل الدم رايح جاي في اجزاء جسمك كلها مش احسن حاجه، هل تعتقد ان انت مثلا عشان تدي بامب وتدي بامبنج وتقطع الياف عضليه في التمرين بتاعك وتضرب، ويعني وتدوس على وش الليفه العضليه اللي انت بتمرنها ديت او الماسل جروب اللي انت بتلعبها ديت، هل لو انت من جوه مش تمام هل هتقدر تشيل الوزن بتاعك؟ هل الدم هيقدر ياخد السيركوليشن بتاعته او هيقدر ياخد الدوره الدمويه هتقدر تاخدها بشكل مناسب وشكل سريع؟ لا طبعا. فانت لازم تحافظ على نسبه كارديو معينه في الجدول التدريبي بتاعك. دي بتبقى بناء على رؤيتك لنفسك لجسمك لو انت بتتمرن مع نفسك، او رؤيه المدرب ليك، فخلي بالك من حاجه زي كده كويس. برضو من ضمن الحاجات اللي انت ممكن تتشيت بيها شويه الهاي كالوري فود، بمعنى زي ما قلت لك تدخل كربوهيدرات تخلي عضلاتك فل، ودخل بروتين وتخلي عضلاتك معبيه جلايكوجين كده ومنفوخه ومنفوشه وسحبه ميه كده وواقفه. هنا ليه بقول لك هاي كالوري فود؟ مثلا عندك زي الزبيب، جوز الهند، العسل، المكسرات، زيت الزيتون، اي حاجه، اي كارب سورس هتلاقي فيه سعراته الحراريه عاليه بالنسبه للمحتوى بتاعه ككربوهيدرات، ولكن هو نسبه قليله جدا منه هي اللي هتضيف لك نسبه الكارب دي. دوس فيه، ما تقولش لا، دوس فيه طالما هو حاجه صحيه. ليه؟ زي ما قلت لك، ليه هاي كالوري فود؟ هو ده اللي هينفعك، هو ده اللي هيفيدك، وهو دوت اللي هيديلك البوش.
هي يعني بمعنى اصح هيشبعك، او بمعنى اصح هيدي لك سعراتك بشكل كويس بس من غير ما تشبع قوي. فاهمني ازاي؟ طيب. برضو من ضمن الحاجات بقى بعد ده كله، عايزك تجرب كل حاجه لوحدها. يعني ما تسحمش دماغك بالتفاصيل، جرب كل حاجه لوحدها. جرب يعني مثلا، جرب مره كده اسبوع لاسبوعين العب مثلا كارديو بعد التمرين بحاجه بسيطه. جرب ان انت مثلا تعمل فورس فيدنج مثلا الاسبوعين اللي بعدها. جرب مثلا الاسبوعين اللي بعدها تقلل اوزانك خالص، تلعب اوزان متوسطه تكرارات عاليه عادي. نو رولز ان بادي بيلدينج. البادي بيلدينج ما فيهوش قوانين. بادي بيلدينج انت ممكن واحد، ممكن واحد يتخن، ممكن واحد يتخن قوي، تمام، لو دخل كارب معين. ممكن واحد يبقى جلده رفيع جدا وثن، والميه اللي بين الجلد وما بين العضلات تنزل لو كل سمك. واحد تاني لا لو كل فراخ. واحد تاني مثلا لو كل ما معرفش ايه. فاهمني؟ فمفيش قواعد في البادي بيلدينج. جرب مع نفسك، جرب جرب جرب. ديب تيشيو مساج. حاول لو انت مثلا عندك الادوات دي في البيت، او لو انت قادر انت تروح مركز علاج طبيعي يعمل لك ديب تيشيو مساج. ديب تيشيو مساج دوت بيخش بيضرب ديب تيشيو مساج خالص، بيعمل تدليك للخلايا العضليه، للالياف العضليه بشكل عميق قوي. بيرجع العضله تاني لوضعها الطبيعي. احنا عضلاتنا بتبقى ايه؟ عضلاتنا بتبقى معبيه ميه ومنفوشه كده ومحصول لها ستاف، يعني تحس ان عضلاتك كده ايه، شاده معاك كده وانت ايه، حتى كمان وانت بره التمرين. هنا ايه اللي بيعمله الديب تيشو مساج؟ بيعمل ريلاكسيشن للموضوع ده كله. بتلاقي الدنيا ايه، بيفتح معاك الالياف العضليه ويبتدي يعمل لها الاسترتش ويخلي البلاد فلو بتاعها عالي جدا. كمان لان الديب تيشو مساج اصلا هيعلي من درجه حراره جسمك، فبالتالي البلاد فلو اثناء الجلسه هيساعد ان هيساعد ان الدم بالماكرو نيوترينز اللي انت بتدخلها، والمايكرو نيوترينز والميه والكلام ده كله، بالاضافه كمان لو انت بتاخد كرياتين، الكلام ده هيخش في العضله يا مان، هيخش في العضله يا برو. فاهم؟ بالنسبه لايام الراحه، يومين اوف. ولو انت هارد جينر، 3 ايام اوف. 3 ايام اوف، يومين اوف. انت فيد. انت بتدخل فيد، انت بتدخل اكل جامد، بترفع سعرات جامد في ال3 ايام دول او في اليومين دول. دخل اكل جامد. اي سعرات واقعه منك في اليومين او ال3 ايام اللي انت هتقعدهم في البيت دول، او اللي انت مثلا هتريح ريلاكس خالص، مش هتنزل ولا تشيل اي حاجه، فيد يا برو، فيد. دخل بروتين، دخل هاي كواليتي بروتين، دخل كارب، دخل فات، دوس دوس. برضو ممكن تدخل كرياتين عظمه عادي جدا، مفيش اي مشكله. تدخل 5 جرام كل يوم لمده مثلا سنه كامله، مفيش اي مشكله. ودي على فكره، وانت ممكن تدي لنفسك اصلا فرصه ان انت تعمل سنه كامله بالكينج. ليه؟ زي ما قلت لك، هعيدها لك تاني، احنا الحلقه دي هارد جينر، حلقه هارد جينر. فانت لو عايز تعمل فتره بالكينج محترمه، مش اقل من سنه. سنه دوس، ركز، فوكس اون تراك، ولا يمين ولا شمال. عايز هدف. برضو النوم، انت بتنام كام ساعة؟ طب يا كوتش والله انا يا دوبك بنام 5 ساعات، بنام 6 ساعات. اوه، لازم تدي حتة ناب كده في نص اليوم، ما بين ساعة ونص ل3 ساعات. لازم تعملها، لازم تعملها. ليه؟ لان انت محتاج على الاقل، انت محتاج تكمل عدد دورات معينة. دورة النوم بتبقى ساعة ونص، انت محتاج على الاقل تكمل حوالي 5 دورات 6 دورات عشان ما بفتيش قوي. يعني مثلا يبقوا 7 ساعات ونص، 9 ساعات، ما بين 7:30 ل9. ل9 او من 7 ساعات ونص ل8 او ل9. ليه بقى بقول لك 7:30؟ لان انت عندك دوره النوم الكامله بتبقى ساعه ونص. فانت لو صحيت في نص الدوره بتاعت النوم ديت، او صحيت مثلا في قبلها بما تخلص بشويه او كده، هتصحى تلاقي نفسك مرهق، تلاقي نفسك تعبان. فاهمني ازاي؟ فانت لو بتنام مثلا من 5 ل6 ساعات كل يوم، ما انتش قادر تنام اكتر من كده، ادي ناب تايم في نص اليوم. لازم ناب تايم في نص اليوم، تريح جسمك ريلاكس خالص. ضلم الدنيا ساعه ونص، انت داخل تنام، افصل تليفونك، نامهم. هتصحى تلاقي نفسك اوريدي انت جددت طاقتك، وبرضه في نفس الوقت كملت السايكلز بتاعت السليب على مدار الاسبوع بتاعك. فانت مش هتلاقي اي ليكينج، مش هتلاقي نفسك بيحصل لك انفلاميشنز كتير، ومش هتلاقي نفسك بتهمد بسرعه وبتتعب بسرعه مثلا بعد فتره صغيره من التمرين لمده اسبوع او اسبوعين. لا، تلاقي نفسك قادر تكمل. طيب، لو جينا برضو في حته التمرين شويه، ايه هو الجدول المناسب ليا لو انا فتره بالكينج وهارد جينر؟ اي جدول انت تقدر تمشي عليه مناسب ليك. طيب الشافعي بيفضل ايه؟ بروسبريت. هو كده.
برو سبليت برو سبليت برو سبليت. ليه؟ انت كواحد هارد جينر او كواحد بيجنر حتى كمان بعيدا عن الهارد جينر، انت محتاج البرو سبليت. ليه؟ محتاج البرو سبليت تشتغل اي سنه وسنتين وثلاثه، بحيث انك انت في الحاله اللي زي كده لما انت هتبقى تمرينك مظبوط، اكلك مظبوط، نومك مظبوط، كل حاجه تمام، والسبلمنتيشن بتاعك 10 على 10، انت ساعتها بالمنظر دوت لما هتلعب البرو سبليت هتلاقي النتيجه اللي تبين لك ايه هي العضلات الضعيفه وايه هي العضلات القويه. فانت عشان كده البرو سبليت هو اقوى حاجه انت ممكن تستمر عليها او تشتغل عليها. زي ما قلت لك، هيفي ويت هيفي ويت هيفي ويت من 8 ل 12 عده. دخل فري ويت على الاقل 50% من ضمن الجدول بتاعك. يعني انت مثلا لو بتلعب للتشيست 3 حركات او 4 حركات ماكسيمم، يبقوا حركتين مثلا ايه بالدنابل او حركتين بالبارات، اوزان حره يعني. وزي ما بقول لك اوعى تشيت، اوعى تشيت ميل خالص، اوعى تشيت ميل خالص، ممكن مره في الاسبوع كحد اقصى. اوعى تشيت، كل كلين كل كلين كل كلين. اوعى تشيت، تشيت ميل يعني غش، هتغش نفسك، هتدخل زيوت وهتدخل قرف وهتدخل دهون متحوله وهتدخل مش عارف ايه، وفي الاخر تلاقي نفسك بوم على الميزان بيتعامل قد البالونه، بس انت زاد على الميزان وخلاص، مفيش عضلات مفيش ماسلز. طب وبعدين؟ ما تشيتش نفسك، اوعى تغش نفسك، كل كلين كلين كلين. وممكن بالكينج شيك، بالكينج شيك عندك بالكينج شيك فيه واي بروتين، موز، عسل، لبن، شوفان، افوكادو. حط دقيق رز لو عندك اللي هو الكريمو فرايس، او عندك اللي هو دقيق الرز، حط دقيق رز عادي جدا. ال 100 جرام اللي هم قد كده فيهم 70 جرام بروتين، فيهم 70 جرام كربوهيدرات وحوالي 5 جرام بروتين او 10 جرام بروتين. فدوس يا برو، دوس يا برو. بالك مش قادر تاكل بالكينج شيك، كل سوليد، كل سوليد ميل، كل سوليد ميل. وزع وجباتك على مدار اليوم. ما انتش قادر تدخل شيك، ما انتش قادر تدخل شيك، انت كده بتتدلع. انا اسف، كده انت بتتدلع، كده انت مش بتعمل عضلات، كده احنا بنضيع وقت. فدوس يا برو، دوس ما توقفش. ولو انت حابب ان انت تدخل جينر زي ما قلت لك، تدخل جينر لو انت رفيع جدا جدا جدا. لو انت هارد 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 جينر وتحاليلك تمام، دخل جينر مفيش اي مشكله. طيب بعد التمرين، حته كده حلوه بعد حته بعد التمرين ديت انا هخليها في الاخر. كام وجبه بقى يا كوتش؟ يعني في البالكينج كام وجبه؟ في البالكينج قلل الوجبات على قد ما تقدر وزود كميه. طيب ازود كميه في ايه؟ ازود كميه في كارب ودهون. طب اقلل كميات في ايه؟ اقلل كميات في بروتين. بمعنى انا قلت لك من 100 ل 150 جرام بروتين على الميزان، مع الكارب سورس او مع الفات سورس اللي انت مدخله في الوجبه بتاعتك. طيب ليه؟ هقولها لك بقى في اللقطه اللي جايه. انت هنا في البلك انت بتحاول انك انت تدخل اكبر قدر من السعرات في اقل فتره ممكنه. فاهمني ازاي؟ يعني مثلا انا ممكن احط 500 جرام مكرونه على الميزان، ومعاهم مثلا 150 جرام ايه، لحمه مفرومه، معاهم 150 جرام صدور فراخ، ومعاهم مثلا 10 20 جرام ايه، زيت زيتون. وجبه زي الفل مع ايه، 100 جرام 150 جرام بروكلي، 10 على 10، انا مش محتاج حاجه تاني. وجبه بالكينج محترمه. طيب اخر حاجه بقى عايز اكلمك فيها، وديت الحته التركايه الصايعه اللي في الموضوع كله. بعد التمرين اكل ايه؟ بعد التمرين، بعد التمرين انا عايز اعمل حاجه اسمها ريبلنش. ريبلنش ده معناه ايه؟ ان انا بعوض كل اللي حرقته في التمرين. تمام، بدخل كارب كميه جامده، كارب كارب كارب، واجل البروتين ان انا اخده بعدين على راحتك خالص. انما انا عايز بعد التمرين على طول كارب كارب كارب. ليه؟ عايز كل اللي انا حرقته في التمرين دوت يرجع لي تاني. عايز الماسلز تبقى فول، تبقى مليانه، فاهم؟ يبقى يدخل عليها جلايكوجين على طول، دم بام 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 على طول. انت مش عايزك تنزل جرام واحد ماسلز بعد التمرين. دخل كارب، فاهم؟ عوض كل السكر اللي حرقته، عوض كل السكر والجلايكوجين اللي اتحول من الكبد دخل على العضلات، الكلام ده كله ونكبر بقى فاهمني؟ فانت اللي بتعمله بعد التمرين على طول دخل كارب. طب كارب ايه يا كوتش؟ كارب بسيط، كارب بسيط، موزتين ثلاثه. دخل كربوهيدرات يا برو، دخل كربوهيدرات، دخل موزه واثنين وثلاثه، ودخل 4 موزات عادي جدا مفيش اي مشكله. وبعدها على طول مثلا بعدها بنص ساعه لساعه دخل وجبه برضو فيها نسبه كارب محترمه جدا. ممكن تعمل لك مثلا قد 200 300 جرام كارب على الميزان، ومعاهم مثلا 100 150 جرام ايه، بروتين عادي مفيش اي مشكله. ليه؟ لما بقول لك تدخل سيمبل كارب بكميات كبيره بعد التمرين هيسبايك معاك الانسولين جامد. فان انت لما تعمل حاجه زي كده اصلا بعد التمرين، تمام، وما تاخرش وجبه بعد التمرين كمان. يعني انت لما تاخد حاجه كربوهيدرات بسيطه بعد التمرين
ده هيسبايك معاك الانسولين جامد كانك اصلا اخدت انسولين من بره يا برو، فاهم؟ فانت لما تعمل حاجه زي كده اصلا اوريدي، وتدخل وجبه بعد التمرين على طول من غير ما تاخر المسافه ما بينهم هما الاثنين، كانك خدت انسولين، دخلت كربوهيدرات، عبيت الخلايا العضليه عندك بالجلايكوجين وبالسكر والكلام ده كله، وبرضه في نفس الوقت البروتين دخل، تعالى اشفطه طلع عينه، فاهم؟ في ماسلز يا برو، في بلوكس عايزه هنا يحصل لها ريكفري، فاهم حاجه؟ ف بس انا اندمجت جامد. ف يعني انا كده يعتبر لميت لك كل الحته بتاعه الهارد جينر. وصدقني يعني انا لو في اي حاجه تانية عن الهارد جينر هقولها لك، فاهمني؟ يعني ده كل الحاجات، كل السيكريتس بالنسبه لي عن الهارد جينر. ازاي؟ الموضوع بسيط، الموضوع بسيط، كل سعرات على قد ما تقدر، دخل بروتين، دخل كارب، دخل فات، كله كلين سورسز، هتلاقي الدنيا ايه، ظابطه معاك. بس وده كان كل اللي عندي حلقه النهارده. ما تنساش قبل ما تقفل الفيديو لايك وشير وسبسكرايب علشان القناه بتكبر بيكم. ما تنساش تعمل شير للفيديو دوت عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، لان القناه برضو زي ما بقول لك بتكبر بيكم. ولو عندك اي حاجه او اي حلقه جديده عايزنا نتكلم عنها، انزل اكتب لي تحت في الكومنت سيكشن. اشوفك على خير، او اشوفكم كلكم على خير. عبد الوهاب الشافعي. بيس. يلا ولا ايه؟